تخيلوا قاتلين سارقين ناهبين مع بعض ولا بيصونوا العهد الحرام. سمعت عن سايكس بيكو؟ سايكس ده انجليزي وبيكو ده فرنسي، وركز معايا دي كانت اتفاقيه سريه انجليزيه فرنسيه روسيه، ولكن الاوضاع الداخليه في روسيا اتغيرت في عام 19 16 19 17 وقامت ثوره في روسيا واتغير نظام الحكم فيها. انجلترا وفرنسا قالوا لها انت كده مش معانا، لكن روسيا قالت لهم بس انا بقى هكون فتانه، ونشرت الاتفاقيه لان روسيا خلاص ما بقتش طرف فيها. عارف انت مبدأ انا فيها لفضحكم مش هخفيها. بعدين عايز اقول لك حاجه، يا نعيش عيشه فل يا نموت احنا الكل. وفعلا روسيا تسرب كل ما فيها ويتفاجئ العرب بيها، والارشيف هنا قال ان دي اسوأ عمليه تقسيم في التاريخ. طب والله حاجه مسخره. بريطانيا تاخد العراق وفلسطين، وفرنسا تاخد سوريا ولبنان، وحطوا حدود بيننا بالمسطره، وتتفكك اراضي العرب وتبقى دول صغيره، وبقت اراضي العرب كلها تحت السيطره وتنقسم ل 22 دوله عربيه وبينهم حدود سياسيه. انا القائد وده الارشيف.